لم يكن الجنرال أندرسون يتوقع أن تكون محطته الأولى في الجزائر هي مقام الشهيد، لكن البروتوكول أراد ذلك. قائد أفريكوم الذي يدير أضخم آلة عسكرية أمريكية في القارة الإفريقية يدرك جيدا أن بعض الدول لا تفتح أبوابها بالأرقام والصفقات، بل بالاعتراف بثقلها التاريخي أولا. رفيقه في هذه الرحلة نائب كاتب الدولة كريستوفر لاندو سلك المنحى نفسه حين استحضر أمام الكاميرات معاهدة 1795 ليذكر العالم بأن الجزائر والولايات المتحدة أقامتا علاقتهما الدبلوماسية قبل أن تولد دول كثيرة على الخريطة التي نعرفها اليوم. رسالتان متكاملتان في يوم واحد لبلد اعتاد أن تأتيه العواصم الكبرى مفاوضة لا محتفية. في هذا المشهد الرمزي لا يتعلق الأمر بمجرد بروتوكول، بل بإعادة ضبط لغة التعامل ذاتها. الولايات المتحدة التي اعتادت مقاربة المنطقة بأدوات القوة الصلبة تبدو هنا وكأنها تعترف ضمنيا بأن الجزائر تدار بمنطق السيادة التاريخية لا بمنطق الاصطفاف الظرفي، وهذا تحول نادر في سلوك واشنطن تجاه شركائها خارج الدوائر التقليدية. لفهم ما يجري فعلا خلف هذا المشهد، قدم بالقاسم بوشوشة أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة قسنطينة، والدكتور إسماعيل خلف الله المحامي والخبير في القانون الدولي لموقع الجزائر الآن، الرجلان اللذان يتابعان مسار العلاقات الجزائرية الأمريكية منذ سنوات اتفقا على أن ما يحدث يتجاوز المألوف دبلوماسيا، وإن تفاوت في توصيف حجمه ومداه. الوفد نفسه رسالة. حين تجمع واشنطن بين نائب وزير خارجيتها وقائد أكبر قيادة عسكرية لها في إفريقيا وترسلهما معا في بعثة واحدة، فهذا التشكيل في حد ذاته يقول شيئا قبل أن توقع أي وثيقة. يؤكد الدكتور بوشوشة أن البروتوكول الدبلوماسي ليس تفصيلا إجرائيا، بل هو غالبا أوضح رسالة تبعثها دولة إلى أخرى. الجمع بين البعدين الدبلوماسي والأمني العسكري في لقاءات متزامنة مع الرئيس تبون ورئيس أركان الجيش الفريق شنقريحة ووزير الخارجية عطاف يقرأ بحسبه دليلا على أن واشنطن لا تتعامل مع الجزائر بمنطق الملف الواحد، بل بمنطق الشراكة الشاملة. الدكتور خلف الله يذهب في القراءة ذاتها، لكنه يضيف إليها بعدا تحليليا أعمق. ففي تقديره هذه الزيارة تندرج ضمن سياق دبلوماسي وأمني مكثف يعكس تزايد الاهتمام الأمريكي بالدور الجزائري في المنطقة، ويشير إلى أن الرؤية الأمريكية للجزائر تطورت جوهريا من مجرد حليف في مكافحة الإرهاب إلى شريك استراتيجي واقتصادي يمتلك أوراق ضغط وتأثير في ملفات إقليمية حساسة. الأهم أن كلا الرجلين يجريان زيارتهما الأولى للجزائر بصفتيهما الحاليتين، وهذا التزامن ليس مصادفة تنظيمية، بل قرار سياسي واضح. هذا النوع من التمثيل المزدوج يعكس أيضا إدراكا أمريكيا بأن الجزائر لم تعد قابلة للتفكيك إلى ملفات منفصلة، فالأمن والطاقة والدبلوماسية باتت مترابطة في الحالة الجزائرية، ما يفرض على واشنطن مقاربة شاملة بدل السياسات القطاعية التي طبعت علاقاتها السابقة مع دول المنطقة. توقيت يضاعف الدلالة. لا أكتفي بقراءة الزيارة في ذاتها، بل أضعها في سياقها الإقليمي. الساحل الإفريقي يمر بمرحلة إعادة رسم حادة مع تراجع ملحوظ للأدوار الغربية التقليدية وتمدد قوى جديدة في فراغات أمنية باتت تقلق العواصم الكبرى. في هذا المشهد تجد واشنطن نفسها أمام خيار لا تملك طرف التأجيل فيه: إما الانخراط مع الجزائر بجدية،
أو الغياب عن منطقة لا تحتمل الغياب. عمليا لم يعد الساحل مجرد هامش جغرافي في الاستراتيجية الأمريكية، بل تحول إلى نقطة اختبار لنفوذها العالمي. ومع تراجع الشركاء التقليديين تبدو الجزائر كآخر فاعل مستقر قادر على إنتاج التوازن، ما يفسر الانتقال الأمريكي من موقع المراقب إلى موقع الباحث عن شريك موثوق. خلف الله يعزز هذه القراءة من زاوية ميدانية أكثر تحديدا، مشيرا إلى أن الحضور القوي للجانب الأمني في الزيارة الذي تجسد في وجود قائد الأفريكوم يفسر بسعي واشنطن لتعميق التنسيق الاستخباراتي والأمني مع الجزائر في ظل ما وصفه بالفوضى الأمنية في مالي، لا سيما ما تعثر قدرة السلطات في باماكو على ضبط الأوضاع، وهو ما يشكل مصدر قلق استراتيجي مشترك يدفع البلدين نحو تنسيق أعمق. هنا تحديدا تتقاطع المصالح دون إعلان ذلك صراحة، فالجزائر ترى في استقرار حدودها عمقا لأمنها القومي، بينما تنظر واشنطن إلى نفس الجغرافيا كحاجز ضد تمدد خصومها. هذا التقاطع البراغماتي يخلق أرضية تعاون صلبة حتى في غياب تحالف رسمي معلن. والجزائر كما أذكر ليست طرفا هامشيا ينتظر الاعتراف الأمريكي، بل هي بلد يعمل بالتفويض من الاتحاد الإفريقي على منظومة أمنية قارية متكاملة، من آليات التمويل إلى قوائم المطلوبين إلى مذكرات التوقيف. وهو ما يلخصه خلف الله بعبارة واضحة: استقرار منطقة شمال إفريقيا والساحل أصبح يمر حتما عبر التنسيق مع الجزائر بصفتها لاعبا محوريا لا يمكن تجاوزه. الجزائر موجودة في قلب المعادلة، واشنطن هي من تلحق بها لا العكس. اقتصاد وطاقة وتعدين، ما الذي تريده واشنطن فعلا؟ تجاوزت أجندة الزيارة الملف الأمني لتشمل قطاعات الطاقة والتعدين والاستثمار والنقل الجوي والتعليم العالي. أرى أن هذا التوسع في المحاور يكشف منطقا أمريكيا مختلفا عما اعتادت عليه هذه العلاقة. لم تكن الولايات المتحدة تاريخيا شريكا تجاريا رئيسيا للجزائر، لكن الجزائر أعلنت مؤخرا عن انفتاح تدريجي على الاستثمار الأجنبي في قطاعات ظلت لعقود بعيدة عن المنافسة. الجزائر تملك ما تحتاجه واشنطن، وواشنطن تملك ما يعجل بتطوير ما تملكه الجزائر. اللافت أن الاقتصاد هنا لا يطرح كملف منفصل، بل كامتداد مباشر للمعادلة الجيوسياسية. واشنطن لا تبحث فقط عن سوق جديد، بل عن موطئ قدم في بنية الطاقة العالمية التي تعيد الجزائر تشكيلها تدريجيا، خاصة في ظل التحولات التي تعرفها أوروبا بعد أزمات الإمداد. هنا يقدم خلف الله قراءة أكثر تفصيلا. قطاع الطاقة يمثل في تقديره ركيزة أساسية في هذه المحادثات، إذ تطلع واشنطن لتعزيز حضور شركاتها الكبرى في السوق الجزائري، ليس فقط في التنقيب بل وفي مراحل الإنتاج أيضا. ويعتبر أن هذه الرغبة الاقتصادية المتصاعدة تترجم في حقيقتها ثقة متزايدة في البيئة الاستثمارية والطاقوية للجزائر، وهو مؤشر لا يستهان به في قراءة مسار العلاقة بين البلدين. هذه الثقة الاقتصادية ليست معطى تقنيا بقدر ما هي إشارة سياسية، فدخول الشركات الأمريكية إلى قطاع استراتيجي كالمحروقات يعني ضمنيا قبولا أمريكيا بقواعد اللعبة الجزائرية، وهو ما لم يكن متاحا بنفس الدرجة في مراحل سابقة من العلاقة. الصحراء الغربية، لاندو لم يقل ما توقعه المتربصون. هنا يجب أن نتوقف أطول. ملف الصحراء الغربية كان مرتقبا باهتمام بالغ، لا سيما بعد تصريحات وزير الخارجية ماركو روبيو في أفريل 2025 التي أعلن فيها دعم واشنطن لمقترح الحكم الذاتي المزعوم بوصفه أساسا وحيدا للحل. لكن لاندو فيما أدلى به على هامش الزيارة آثر صياغة مختلفة تماما، إذ تحدث عن أن بلاده تعمل مع الجزائر من أجل إيجاد حل لقضية الصحراء الغربية. هذه الصياغة كما أرى ليست
تعديلا لغويا بريئا، بل هي تحول في النبرة يستحق أن يلاحظ. فالعمل المشترك مع الجزائر على إيجاد حل يعني ضمنيا أن واشنطن لا تتبنى طرحا بعينه وتفرضه على الأطراف، بل تسعى إلى حل توافقي تكون الجزائر طرفا فاعلا في رسمه. من يروج بأن واشنطن ستمارس ضغوطا على الجزائر لتغيير موقفها في هذا الملف يتجاهل معطيين جوهريين. أولهما أن الجزائر ليست طرفا ضعيفا قابلا للإملاء، وثانيهما أن واشنطن التي أتت تطلب شراكة أمنية واقتصادية شاملة لن تقامر بها من أجل ملف تعرف أنه لا يحسم بالضغط. هذا التحول في الخطاب الأمريكي قد لا يصل إلى مستوى تغيير الموقف، لكنه يكشف عن إدراك متزايد لتعقيد الملف. واشنطن التي جربت فرض مقاربات جاهزة في مناطق أخرى تبدو هنا أكثر حذرا، مدركة أن أي انحياز حاد قد يكلفها شراكة استراتيجية أوسع مع الجزائر. لحظة تحول. لاندو نفسه استخدم عبارة نقطة تحول في وصف ما يجري بين البلدين، وهي بحق رسالة في حد ذاتها لا تحتاج لأي شرح، خاصة أنها صدرت عن الرجل الثاني في الخارجية الأمريكية. أما تصريحات قائد الأفريكوم فبحسب خلف الله تعكس التزاما واضحا بتعزيز التعاون العسكري، لا سيما تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين، مشددا على أن اللقاءات في مجملها تحمل رسائل إيجابية تؤكد تقدير واشنطن للدور الإقليمي للجزائر، وتقوم على مبدأ الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة في معالجة الملفات الأمنية المعقدة. في المحصلة لا تبدو هذه الزيارة حدثا عابرا في جدول العلاقات الثنائية بقدر ما تبدو لحظة اختبار لإعادة تعريف موقع الجزائر في الحسابات الأمريكية وموقع واشنطن في توازنات إقليم لم يعد يقبل بالفراغ ولا بالهيمنة التقليدية. الدول لا تغير بوصلتها بسهولة، لكن حين تفعل فإنها تفعل ذلك تحت ضغط تحولات أعمق من أن تختزل في زيارة أو تصريح. الجزائر من جهتها لا تدخل هذا المسار باعتبارها طرفا يبحث عن موقع، بل كدولة تدرك موقعها وتحسن توظيفه. أما الولايات المتحدة فتبدو وكأنها تعيد اكتشاف حقيقة قديمة بلغة جديدة، أن بعض الشراكات لا تبنى بالقوة ولا تشترى بالمصالح الآنية، بل تصاغ على مهل فوق أرضية من التوازن والاعتراف المتبادل. بين إدراك الجزائر لثقلها ومحاولة واشنطن لإعادة تموضعها، تتشكل ملامح مرحلة جديدة لا تحسمها النوايا بل تؤكدها الوقائع. وحده ما سيأتي لاحقا في الميدان سيجيب عن السؤال الأهم: هل نحن أمام بداية شراكة استراتيجية شاملة؟ خاصة وأن مؤشرات بارزة ترجح ذلك.